يا شباب، كيفكم؟ كيف صحتكم؟ كنت أنا حابب رد امبارح على مقابلة الشيخ سعد اللي عملها مع مرسيل غانم، ولكن إجا الانفجار اللي وقع بطريق جديدة يلي أدمى قلوبنا، واللي ذكرنا بالانفجار الكبير كتير تبع المرفأ والمصائب الحرائق اللي عم تصير بالبلد. وهذا الأمر يتطلب من بلدية بيروت وبشكل عاجل وفوري أنه تكشف على جميع المباني الموجودة في بيروت، وعلى على السلامة العامة بوضع الخزانات، بوضع أي مواد قابلة للاحتراق، وتطبيق القوانين بهذا الموضوع حرصا على سلامة أهلنا. وهذا دورهم بعتقد، وهي البلدية اللي شبه غايبة عن السمع أساسا، شاطرين بس كيف بدهم يزبطوا سمسرات ومصاري واحتفالات وكرمس ومليون من هون ومليون من هون، وأهل بيروت آخر همهم. أما بالنسبة للشيخ سعد، يا شيخ سعد، بغض النظر عن خلافنا نحن وياك، وبغض النظر عن محاولتك لقتلي وقتل اثنين من مرافقيننا وجرح 14 وحرق مكتبنا، بغض النظر عن كل هدول، وبغض النظر عن الإشكال اللي صار بيننا وبينكم رجع بالحي الغربي، أنا اليوم في مصلحة بلد وفي مصلحة بيروت وفي مصلحة طائفة بتخليني أتجاوز كل هدول. ما بيجوز يا دولة الرئيس تطلع إنه أنا وليد ضدي وسمير ضدي. شو يعني وليد وسمير ضدك؟ انت رئيس حكومة لبنان. انت دور هذا الموقع الثالث بالبلد لا بيوقف لعند وليد ولا عند سمير. ان كان قصة تخربطون عليك بالخارج بالسعودية بالتحديد، ما بعتقد اليوم انه ادائك اذا كان كما هو مطلوب وطنيا، بعتقد حدا في يزاود عليك، وخصوصا انه معك معك الثنائي الشيعي، معك كتلة الرئيس نجيب مئاتي، معك كثير من المستقلين، وفي الكتلة اللي انت بترأسها. بشو حاجة انت هدول الاثنين؟ مش بحاجتهم لشيء، طالع عم تشكي همك. ما بصير، غلط. موقع رئيس الحكومة ما بيتبهدل هيك، وما بصير هيك بمحبة. عم بحكي، مش جاي يجرح فيك. انا بتمنى كان يكون غير هيك الموقف. اثنين، حكيت حضرتك عن انه فرصة امامنا نجيب مصاري من سادر ونجيب مصاري من البنك الدولي. اسمح كي ورقة اصلاحية، من الورقة اصلاحية ماشي فيها زيادة ضرائب وفيها عمليا انه وقف الهدر ووقف هدول. مش هذا مش خطة اقتصادية يا دولة الرئيس. ما فيك تحط حدك الشوفيرية والمرافقين يصيروا مستشارين، وما فيهم يصيروا الشوفيرية والمرافقين بعد شوي ممكن ترشح، او الصبيان اللي كانوا يشتغلوا عند الأمراء برا اللي دشروهم يصيروا بعدين بدك ترشح لي اياهم بعدين على الانتخابات النيابية. هذه الطائفة فيها طاقات وفيها كوادر وفيها ناس بتفهم. ما حدا فينا بيفهم بكل شيء، ولكن في عنا بهاي الطائفة ناس بتفهم. كل واحد قادر يفهم بالمجال اللي هو فيه. وفي ناس كتير ما بدها منك شيء، بدها تعطي، بس بدك تتعاطى معها بكرامة وبأخلاق. مش شوفيرية هدول، ولنن مرافقين، ولنن صبيان عند الأمراء نتعاطى معهم بالطريقة اللي بتتعاطى فيها مع الناس. بدك تقعد بينك وبين حالك ترجع تعيد مراجعة كل الفترة السابقة. لوين وصلوك غطاس ومطاس وهدول؟ لوين وصلوك بالخيارات؟ لوين وصلت بيروت؟ لوين وصل لبنان؟ بدها إعادة قراءة من جديد، بدها إعادة ترتيب تحالفات. يا دولة الرئيس، لبنان انتهى دوره القديم. يجب البحث عن دور جديد للبنان على المستوى الاقتصادي والسياسي. بدك تبحث عن دور جديد، وهذا يتطلب الدعوة لمؤتمر اقتصادي تستعين فيه بالطاقات العربية مثل طلال أبو غزالة وغيرهم مع الطاقات اللبنانية الموجودة. يحدد دور لبنان الجديد وخطة إنقاذية للخروج من المأزق اللي احنا فيه والكارثة اللي احنا فيها اللي عم تهدد بانهيار البلد. لبنان بحاجة إلى خطة تقدر تبني فيها استراتيجية جديدة. هيدي الاستراتيجية الجديدة نقدر نبني على أساسه اقتصاد يتلائم مع المنطقة، وخصوصا أنه دورنا انتهى السياسي والاقتصادي والسياحي، وخصوصا بعد موضوع التطبيع مع العدو اللي عم يصير مع الدول العربية. مشان هيك المسألة بدها طريقة مختلفة من التعاطي. مش رحنا رجعنا تدينا وزدنا الدين ورحنا عملنا هدول. ما حكيت للناس عن ودائعهم، ما حكيت للناس عن موضوع المصاري اللي تهربت لبرا. وهون انا بقترح اقتراح يا اخي، خلينا بما انه الطوايف حاميه كل الحراميه بالبلد، خلينا نجي نقول لهدول الحراميه ردوا نص المصريات، والمصارف ترد المصاري اللي برا، والتفاوض مع المصارف على المبالغ قديش كان راس مالهم وقديش صار. بدهم يتواضعوا. ممنوع حدا ياخذ املاك الدوله اللبنانيه، هدول املاك الشعب اللبناني.
بدنا نبدأ من هون، بدنا نبدأ من هون، وبدنا نبدأ باقتصاد منتج. هذا الاقتصاد الريعي ما بقى يفيد، ما بقى ينفع. أنا عم بحكيهم بمحبة. ما بحب المنظر اللي شفتك فيه ما حبيته. مش هيك بيكون رئيس حكومة لبنان. بتمنى تتقبل النقد مني، مع انه صعب انت تتقبل النقد، بس بدك تتعود تتقبل النقد من الناس وتتحمل هذا الموضوع. على اي حال، ما يعنيني هو مصلحة البلد ومصلحة بيروت. ووقت اللي بقول مصلحة السنة مش جزء من مصلحة البلد يعني. ويعطيك الف عافية.